عادت الأخبار المتعلقة بوجود خلايا للقاعدة في لبنان إلى الواجهة بعد إعلان السلطات اللبنانية عن اعتراف مجموعة من بينها مواطن كويتي يدعى محمد الدوسري بأن وجودهم في لبنان يأتي في إطار خطة لإنشاء ممر للقاعدة في لبنان من خلال التعاون مع جهات في مخيمات فلسطينية. المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع في التقرير التالي للزميل أمين أبو يحيى. قصة وجود القاعدة في لبنان التي راجت قبل فترة وحذر منها العديد من المسؤولين اللبنانيين لم تعد شائعة، بل هي قصة بتفاصيل وأسماء. أولها أن القاعدة وجهت بالفعل أنظارها إلى لبنان كساحة جديدة، وذلك بعد الضربات التي تلقتها في العراق والتضييق عليها في باكستان وفي عدد آخر من الدول. وتحت شعار لبنان أرض النصرة وليس أرض الجهاد، وصل محمد الدوسري المواطن الكويتي الملقب بأبو طلحة إلى لبنان برا عبر جواز سفر مزور تمهيدا لتأسيس فرع للقاعدة في لبنان، إلا أنه أوقف قبل أشهر على الأراضي اللبنانية ومعه 2 آخران سوري وطاجيكي. ويبدو أن أهمية هذا الشخص جعل لبنان يحيط ملفه بتكتم شديد. وبحسب صحيفة الرأي الكويتية فإن الموقوفين الثلاثة اعترفوا بأنهم كانوا يسعون إلى تأسيس فرع للقاعدة في لبنان بهدف القيام بأعمال لوجستية وفتح خطوط إمداد تستخدم لاحقا، ليتبين لاحقا أن الدوسري أو أبو طلحة الكويتي كان محكوما في الكويت ب7 سنوات بتهمة حيازة أسلحة دون ترخيص، لكنه تمكن من الفرار إلى إيران. وتشير المعلومات إلى أنه كان يشغل مركز تأمين الدعم اللوجستي للقاعدة، وهو المسؤول عن هذا الأمر في دول مثل الأردن وسوريا والكويت والعراق والسعودية. وأكدت المصادر الأمنية اللبنانية أن الدوسري اعترف بأنه كان يتواصل مع شخص في إيران لا يعرفه معرفة شخصية، وذلك لمناقشة ووضع خطط تأسيس فرع للقاعدة في لبنان وتأمين الأعمال اللوجستية لفروعها في المنطقة من مال وسلاح وكوادر بشرية وأدوات اتصال وأمور تقنية أخرى. ويبدو أن هناك رواية أخرى تشير إلى أن حزب الله اللبناني هو الجهة التي تحتجز أبو طلحة الكويتي في بيروت بعد استدراجه من سوريا، حيث كان يزور زوجته سورية الأصل. أما أسباب هذا الاحتجاز لو كانت الرواية صحيحة فتعود أيضا إلى أهمية هذا الشخص والمعلومات التي يملكها عن القاعدة وكيفية عملها.